السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. هقدم لكم النهاردة إن شاء الله الفصل الثامن من رواية جبل. بس زي ما احنا متعودين في بداية كل فيديو جديد، قبل ما نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا بعرض لكم الكومنتات بتاعتكم اللي بتجاوبوا فيها على السؤال بتاع نهاية الفصل اللي فات. والسؤال كان بيقول: يا ترى جبل هيعمل حاجة في دهب ولا مش هيلحق؟ ويا ترى مامته هتوقفه ولا لأ؟ وهل دهب دي أخته ولا لأ؟ واول كومنت معانا من رانيا ابراهيم بتقول: اولا لا، ما اعتقدش انها اخته. ثانيا ايوه هتعرف توقفه. ثالثا بقى وده الاهم، الفصل جميل جدا. تسلمي لي يا قمر، انت اللي جميله. وحاضر هحاول اطول مده الفصل شويه. والكومنت اللي بعده من عائشه بتقول: انا اتوقع انها هتصعب عليه في اخر لحظه وهيسيبها. اما بالنسبه انها اخته ولا لا، من ناحيتي انا مش عاوزاها تبقى اخته، وبالكلام اللي مامته بتقوله ده ممكن ما تبقاش اخته. بيني وبينك يا عائش اكيد مفيش حد طبعا عايزها تبقى اخته، بس لسه هنعرف. والكومنت اللي بعد كده من روان رامي بتقول: ما اظنش ان دهب هتبقى اخته، في سر ورا الموضوع ده وسر كبير. الفصل كان جميل جدا، تسلمي لي يا جميله. وبتقول: مستنيين بقيه الروايه بفارغ الصبر. والله يا جماعه انا لو عليا واقدر اعمل ده هنزل لكم فصل كل يوم، بس ادعوا لي بقى. ونختم بقى بالكومنتات اللطيفه دي من عائشه، واعتقد اليوزر ده كان اسمه محمد رجب. عائشة بتقول: الفصل جميل ومليان بالمفاجآت، بس يا ريت تطولي المدة شوية بليز. حاضر حاضر ان شاء الله هحاول اطولها. ودلوقتي بقى بعد ما خلصنا الكومنتات الجميلة بتاعتكم نقدر نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا. بس يا ريت قبل ما ابدأ ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية ان شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. وقفنا في الفصل اللي فات لما جبل دخل على دهب وكان عاوز يعتدي عليها، وبرغم كل توسلاتها وعياطها إلا إنه برضه كان لسه مصمم وكان هينقض عليها. بس في آخر لحظة تليفونه رن وكانت هايدي خطيبته بتكلمه. رد عليها وقالت له إنها تحت قاعدة مع مامته. اتضايق جدا واتعصب وقال لها إنه نازل دلوقتي. هايدي دي تبقى خطيبته وفي مصالح شغل بينه وبين والدها كتير قوي، يعني المفروض إنها ما تعرفش إنه اتجوز في أي حال من الأحوال. جبل قرب من دهب قوي وقال لها: اسمعي، انا نازل تحت وطالع تاني. عارفه لو سمعت نفسك ولا سمعت صوتك وانا تحت هعمل فيك ايه؟ دهب بصوت يكاد لا يسمع: مش هتكلم ولا هعمل صوت ولا هتحرك من مكاني، بس والنبي وديني لماما. جبل سكت شويه بعدين قال لها: انت عارفه مكان امك ده فين؟ مش بالظبط، بس انا عارفه البلد اللي هي فيها، وهي مشهوره قوي في البلد، اللي يسال هيعرف مكانها. جبل بضحكه استهزاء: انت هتقولي لي ما هي رقاصه لازم تكون مشهوره ومعروفه والكل عارفها. جبل وهو بيلبس القميص بتاعه: انا نازل وطالع تاني، ما تتحركيش من مكانك. وخرج وقفل الباب. لقى هايدي خطيبته قاعده مع مامته وسيف اخوه. اول ما جبل نزل لقى سيف اخوه بيقول له: ايه يا عريس فينك؟ هي العروسه واخداك طبعا. سهير خبطت سيف في رجليه عشان يسكت، عشان هايدي ما تعرفش بموضوع دهب. سيف سكت وفهم على طول. هايدي وهي بتسلم على جبل: عروسة مين بس اللي واخداه يا سيف؟ ده انا بقالي كام يوم ما شفتوش، وهو ما فكرش حتى يسأل عني. جبل بتنهيدة عالية وهو بيقعد على الكرسي: شغل بقى وانت عارفة. وشغلك ده بقى اهم مني يا جبل؟ سهير ردت وقالت: لا طبعا يا هايدي، بس انت عارفة موضوع موت والده مأثر عليه ومأثر علينا كلنا. وانا ما قلتش حاجة يا طنط، بس فعلا جبل متغير معايا اليومين دول قوي. جبل قال بعصبية: خلاص بقى يا هايدي، مش فاضي يبقى خلاص. انا ملحقش اتكلم معاك كلمتين على بعض تروح متعصب عليا. هايدي يا بنتي ما تقوليش كده، جبل بيحبك وانتي عارفه كده كويس. المشكله ان انا عارفه يا طنط. جبل وهو بيقوم من على الكرسي بعصبيه: يوه، رجعنا بقى للاسطوانه المشروخه دي تاني. قوم يا ابني تعالى معايا على المكتب قول لي عملت ايه في الشغل النهارده. وهو بيشاور على سيف اخوه: انا كده بقى يا طنط ملحقش اتكلم معاه ويقوم طالع فيا. معلش يا حبيبتي اهدي، ما قلتلك هو مضغوط. حاضر يا طنط لما اشوف اخرتها. نسيت اقولك تشربي ايه، اجيبلك ايه؟ اي حاجه يا طنط. سهير ندهت للشغاله تعمل لهم 2 قهوه، وقالت لهايدي تعالي نطلع بره في الجنينه نشم شويه هوا. وخدت هايدي وخرجوا بره في الجنينه. جبل في المكتب هو واخوه: هو انت يا ابني مش هتكبر بقى؟ رايح تقول قدامها على العروسه؟
نسيت والله يا جبل. بس ايه يا عم حكاية البنت اللي فوق دي؟ شكلها صغيرة لسه في السن. ايوه لسه طفلة، وجدك صمم ان انا اتجوزها. طب وهتعمل ايه في موضوع هايدي؟ هتقول لها ولا لا؟ فكك من موضوع هايدي والبنت دي دلوقتي، وقول لي عملت ايه في المناقصة. خدناها لشركتنا طبعا، عيب عليك. لكن صاحبنا مش هيسكت، اعلى ما في خيله يركبه يوريني هيعمل ايه وانا مستني. قصده على الخصم بتاعه في الشغل. دهب فوق كانت لسه قاعدة خايفة، وقاعدة بتفكر هتعمل ايه لما جبل يطلع لها تاني، وكل اللي فارق معاها انها تروح لمامتها وبس. قامت من مكانها من على السرير، هي لحد دلوقتي مش مستوعبة اللي بيحصل. حاولت تخرج من الأوضة لكن جبل كان قافل الباب. هبدت رجليها في الأرض وقالت: الباب مقفول، طب هعمل ايه دلوقتي؟ أنا لازم أمشي من هنا قبل ما جبل ده يطلع تاني. أنا خايفة منه، شكله هيعذبني زي ما جدي كان بيعمل. هحاول أدور على أي مكان أخرج منه. وبدأت تلف في الأوضة وتدور يمين وشمال. طبعا الأوضة دي أوضة جبل وفيها لبس جبل وكل حاجة تخصه. فتحت الدولاب لقت المسدس بتاع جبل. في الأول خافت منه أو خافت تحط إيديها عليه، لكن هديت شوية وخدت المسدس وخبته في هدومها. ولقت كمان فلوس، بس خدت منهم حاجة بسيطة جدا وقفلت الدولاب. وبدأت تفكر تخرج ازاي. قالت تنط من البلكونة. فتحت البلكونة وخرجت تشوف لو هتنط ولا لأ، بس المسافة كانت عالية عليها، وكانت سهير وهايدي في الجنينة. دهب برضه ما يقستش وفضلت تفكر وتقول: هعمل ايه؟ وقالت انها لو ربطت حاجة في البلكونة وحاولت تنزل هم هياخدوا بالهم منها وهيمنعوها، فقالت ان الفكرة دي فاشلة. دخلت تاني تقعد على السرير بتفكر تخرج من هنا ازاي. طبعا جبل لما كان طلع كان خلع هدومه وحط حاجاته على المكتب جنب السرير، ومن ضمن الحاجات دي كانت ميدالية المفاتيح بتاعته. دهب أول ما شافت ميدالية المفاتيح خدتها زي المجنونة وجريت على باب الأوضة، حاولت تفتح بأي مفتاح، وبدأت تجرب مفتاح في التاني في التالت لما كانت خلاص هتيأس. لكن المفتاح الرابع فتح الأوضة. ما صدقتش نفسها، كانت هتصوت من الفرحة، بس مسكت نفسها على آخر لحظة لحسن حد يسمعها. غيرت هدومها ولبست لبسها والنقاب بتاعها ونزلت على تحت تتسحب. ما كانش فيه حد تحت، جبل واخوه كانوا في المكتب. يعني نزلت وعدت الشوية دول من غير ما حد يشوفها، فعشان تخرج للشارع لازم تعدي على الجنينة اللي فيها هايدي وسهير. خرجت من باب الفيلا للجنينة وطبعا معاها المسدس مخبياه في هدومها، ومشيت شوية في الجنينة. خلاص فاضل مسافة بسيطة قوي وتوصل للبوابة الرئيسية وتخرج على الشارع ومحدش واخد باله منها عشان الدنيا كانت ليل كمان. لكن فجأة هايدي شافت حد ماشي لابس اسود. بصت لسهير كده وقالت لها: هي مين دي؟ سهير لفت وشها عشان تشوف مين، لقيتها دهب. فضلت تتهته وتقول: دي شغالة جديدة. بس لابسة كده ليه يا طنط؟ وفين اليونيفورم بتاع الشغل؟ سهير طبعا كانت لسه بتهته ومش عارفة تقول ايه. كانت عينيها على دهب اللي فاضل لها حاجات بسيطة وتخرج من الفيلا كلها. سهير ندهت بأعلى صوتها على جبل. جبل طبعا كان كده خارج من المكتب هو وأخوه، فكان سهل جدا انه يسمع مامته. مجرد ثواني وجبل كان في الجنينة. في ايه يا ماما؟ سهير وهي بتشاور على دهب: الحق. جبل أول ما شاف فهم كل حاجة. هايدي قالت لسهير: ما تخرج يا طنط، شغلة بالك بقى ليه؟ سهير طبعا متوترة مش عارفة تقول ايه لهايدي. هايدي بقت تراقب الموقف من بعيد وساكتة. دهب بدأت تحس بخطوات حد وراها، لفت وشها تشوف مين، لقت جبل. بدون تفكير شدت المسدس، ومن كتر خوفها وتوترها ضغطت على المسدس، ضربت طلقة. الأرض بقت عبارة عن دم. الشظية بتاعت الرصاصة جرحت جبل في كتفه، وهي بدأت تصرخ من المنظر ورمت المسدس من ايديها وحطت ايديها على بقها وبدأت تصرخ. دهب بقت تبص حواليها وقررت انها تجري لانها كانت خايفة من جبل. سيف هو ومامته جريوا على جبل، لكن هايدي كانت مكانها مش فاهمة حاجة. دهب كانت لسه متجهة للباب عشان تجري وتخرج، جبل مسكها من ايديها وقال لها: تعالي هنا، انت رايحة فين؟ لكن دهب كانت بتزق فيه وبتحاول تجري، مع الجرح اللي في كتفه كان بيتألم أكتر. سيف قال له يسيبها تمشي، ومامته قالت له نفس الكلام، لكن جبل مصمم وماسك فيها ومش راضي يسيبها. فضلت دهب تصرخ وتترجاه يسيبها،
بس هو فضل ماسك ايديها ومتحكم فيها جامد، وهي فضلت تصرخ ومع عياطها وصرخها وخوفها وشكل الدم فقدت الوعي ووقعت على الأرض قدام جبل. طبعا اللي حصل ده كله حصل في دقيقة من الوقت. يا جبل سيبها تغور، ركز في نفسك، إسعاف الحقونا، اتصل بالإسعاف يا سيف. هو أنا لسه هستنى الإسعاف يا ماما لما تيجي؟ يلا يا جبل معايا، يلا على العربية، يلا نروح على المستشفى. استنى بس يا سيف، دي حاجة بسيطة يا جماعة، اهدوا. اهدى ايه وانت كتفك كله دم كده؟ جبل وهو بيحاول يطمن مامته. انا بخير يا ماما والله، دي حاجة بسيطة، وبعدين الرصاصة ما دخلتش فيا، ده الشظية بس يعني خربوش. خربوش ايه بس؟ مش شايف الدم اللي نازل منك؟ وبصت لدهب وقالت ايه الحيوانة دي ازاي تعمل كده؟ هايدي قربت من جبل واول جملة نطقتها قالت مين البنت دي؟ جبل مردش ولا نطق، شال دهب من الارض على كتفه السليم، ده طبعا لان دهب تعتبر طفلة لسه وخفيفة وصغيرة. انت كمان هتشيلها؟ دي تدفنها مكانها هنا. بس هو مردش على مامته. سيف طبعا شايف اخوه مش قادر. سيبها وانا هشيلها بدالك. لا شيل انت المسدس. انت بتنزف يا جبل، هشيلها انا. سيف حاول ياخدها من جبل لكن جبل اتعصب عليه وقال له قلت لك سيبها، انا هطلعها فوق وانزل اشوف الجرح، لم انت الدنيا دي. وهو بيبص على هايدي. هايدي فهمت ان جبل بيكلم سيف عنها، وقفت قدام جبل وهو طالع فوق. مش هتتحرك من هنا يا جبل غير لما تقولي مين دي. مش وقتك دلوقتي يا هايدي، خدي عربيتك وروحي وبكره نتفاهم. انت كمان بتطردني يا جبل؟ عشان خاطر مين؟ ولا مين البنت دي؟ مين دي اساسا اللي ترفع عليك سلاح وكمان انت تشيلها تطلعها فوق؟ قلتلك خدي عربيتك وروحي. ماشي يا جبل، بس انا ليا تصرف تاني، وكلامك مش هيبقى معايا، كلامك هيبقى مع بابا. خليكي شاهد يا طنط، وخليك شاهد يا سيف على تصرفات اخوك. جبل سابها بتتكلم وطلع على اوضته، حط دهب في السرير. هايدي اتجهت لعربيتها وركبت عربيتها وطارت بسرعة البرق متجهة لبيتها، وكانت متعصبة وغضبانة جدا، كانت على آخرها من حركات جبل. جبل وصل الأوضة وزق الباب برجله ودخل وقرب على السرير وحط دهب بالراحة جدا، وشلها النقاب من على وشها وبدأ يتأمل في ملامحها شوية بشوية، كان قلقان وخايف عليها. قرب على نفسها بودانه عشان يسمع بتتنفس ولا لأ، بس هي كانت فاقدة الوعي. بس نده على الشغالة. أول ما الشغالة طلعت قالت له أمرني يا بيه. وأول ما شافت الدم بينزف من جبل صوتت. جبل اتعصب عليها وقال لها اخرسي. حاضر يا بيه، ألف سلام عليك، أجيب لك حاجة؟ لا ما تجيبليش أنا عايزك تفضلي هنا معاها لحد ما تفوق، وتساعديها تاخد شاور وتغير هدومها، وما تسيبيهاش ولا تتحركي من جنبها، سامعة يا صباح؟ حاضر يا بيه. وجبل ساب الشغالة معاها ونزل تحت. مامته كانت قاعدة تحت مستنياه قلقانة جدا عليه، وكانت لسه هتتكلم أول ما شافته، لكن جبل سبقها وقال لها أرجوك يا ماما بلاش كلام في اللي حصل. أديني ساكتة يا جبل، أديني ساكتة لحد ما كل حاجة باظت، قلتلك من الأول بلاش تتجوزها، ما سمعتش كلامي، شفت المصايب اللي حصلت وشفت اللي حصل لك، ولسه هايدي وأبوها، وغير كل ده قلتلك إنها أختك. جبل وهو طالع على بره. اعتبريها أختي يا أمي، أسيبها يعني أرميها؟ كلام جبل صدم سهير وسكتها. جبل كان خارج. سهير قامت من على الكرسي فجأة وقالت له انت رايح فين كده؟ استنى لما دمي يتصفى، يعني هروح المستشفى اعمل كتفي. سهير ندهت على سيف وقالت له روح مع اخوك، ما تسيبوش لوحده، انا مش مطمنه يا ابني، مش مطمنه. اهدي يا ماما وكل حاجه هتتحل، انت عارفه جبل. طب روح معايا يا ابني، ما تسيبهوش، الله يرضى عليك، وطمني اول ما توصلوا المستشفى. وخرج سيف ركب مع جبل العربيه. هسوق انا عشان دراعك. هتعرف ولا هتموتني؟ انت كده كده ميت يا عم، انت هتهزر. وضحكوا. طب يلا يا ابو نص لسان. طيب انا هسوق وفي الطريق انت تحكي لي حكايه دهب دي. جبل كان بدأ يحس بدوخة من كتر الدم اللي نزفوه، ميل دماغه على كتف اخوه، وسيف ساق بسرعة البرق واتجهوا هما الاتنين للمستشفى. فضل سيف سايق طول الطريق، وجه في حتة مقطوعة كده لقى عربية نقل كبيرة قدامه. فضل سيف ينور لها بالفانوس لكن العربية سد عليهم الطريق. بدأ يمسك في الفرامل عشان يوقف عربيتهم، عشان كده هيدخلوا في العربية التانية اللي قطع عليهم الطريق. بس للأسف ما لقاش فرامل في العربية، لقى الفرامل مقطوعة. سيف راح صرخ باسم جبل.
وبكده يكون الفصل بتاعنا النهاردة خلص. أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه. عاوزاكوا بقى تكتبولي في الكومنتات، تفتكروا هيعملوا حادثة وهيخبطوا في العربية اللي قدامهم، ولا في حاجة غير كده ممكن تحصل؟ أظن بقى السؤال بتاع فصل النهاردة سهل وبسيط، فأتمنى إن الناس كلها تشارك بالإجابة. وبصراحة عايزة أقول لكم على حاجة كمان بالنسبة للمدة بتاعة الفصل. أنا كده في الفيديو الواحد بسجل فصلين، والصراحة كل ما أحاول أسجل كمان فصل تالت ألاقي إن الفصلين بياخدوا مني وقت طويل غير المونتاج وتنزيل الفيديو. فحاليا في الفترة دي مش هقدر إني أطول مدة الفصل شوية، لكن ممكن فيما بعد في فترة جاية يجي وقت وأقدر أسجل فيديوهات مدتها تكون أطول من كده. ادعولي بقى. وياريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.